ازاي تشترك في هوستنجر وتستضيف ان10 خصم 20%. ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل ده، وازاي كمان تسطب ان10 على هوستنجر وتخليه ليك دومين خاص بان10 على هوستنجر. اول حاجه هتدخل على اللينك اللي انا هسيبه لك في الديسكربشن، هيجيبك هنا، حرفيا هيجيبك هنا على طول. انت هتلاقي كل حاجه جاهزه، بس الاول خليني اوضح لك نقطه مهمه قوي. وانت بتشتري الفي بي اس ده، هو اول مره بيديك الموضوع بشكل يعتبر بنص الثمن. ازاي؟ بص، لو انت اشتركت شهر مثلا، هتلاقيه بيقول لك ان الشهر ده ب 12 دولار، ماشي. بس لو ركزت هتلاقيه بيقول لك ان انت اما تيجي تجدد هتجدد ب 24 دولار، يعني تقريبا ده في الساعه. فلو انت عارف ان انت هتحتاج ان لفتره طويله، او انت هتبدا تحط شغل ناس عندك في السيرفر ده، او انت بتعمل السيرفر ده لعميل، فمهم ان انت توضح له النقطه دي، ماشي. فده بيديك خصم 20% زي ما قلنا. فالافضل ان انت تختار على الاقل سنه. حلو. لو تعرف تشتري سنتين فده اوفر لك انت. جميل. جميل. حلو. مهم برضو ان انت لما تيجي تختار السنه، هيديك دومين مجاني، واحنا هنحتاج اصلا الدومين ده، عشان ان شاء الله في الفيديو الجاي واللي بعده. الفيديو الجاي هشرح ازاي تسطب ايفالويشن اي بي اي. الفيديو اللي بعده بقى هشرح لك ازاي تسطب شات ووت، وكل ده على نفس السيرفر. فهنكون محتاجين دومين عشان نخلي الموضوع ابسط وشكله احلى. احنا ممكن نعمل ده على فكره من غير دومين، بس انا يعني كده كده انت اصلا هيبقى معاك دومين مجاني، فقلت ايه، استخدم الدومين ده وخلاص. في حاجه مهمه برضه. خصم 20% ده فقط للشخص اللي لسه اول مره يدخل هوستنجر. فلو انت مش اول مره تدخل هوستنجر، للاسف اللينك ده مش هيشتغل معاك. طالما ما اشتغلش معاك، تدخل على عادي زي ما انت موجود، تكتب، يعني نمسح بس ده كده. هتكتب مثلا الكوبون كود بتاع باشمهندس كريم نبيل، اللي هو كريم 10 او 10، تمام. كونتينيو. هيخصم لك 11%، 11 دولار اللي هم 10%. لما هنا بيخصم لك 23 اللي هم 20%. بعد كده كنت تضغط كونتينيو، هيقول لك تسجل بالايميل بتاعك، تسجل بايميلك عادي، وخد دايما كونتينيوس جوجل، تمام. بعد كده هيجيبك فين؟ فانت اول ما تسجل هيطلب منك انك تعمل باسورد للفي بي اس بتاعك، حط باسورد اللي انت عايزه. بعد كده هيقول لك ان انت هل تعمل مالوير سكانر ده ولا لا. ممكن براحتك تكون تعلم على دي او بتلغيها براحتك، مش تفرق قوي يعني. بعد كده يبدا ان هو يسيت اب الفي بي اس ده، ياخد له وقت. بعد كده تدخل على مانج الفي بي اس. حلو. هيظهر لك الموضوع ده او هذه النافذه، تضغط على مانج، هيوديك على ان 10. ماشي. اقول لك برضه ايه اللي هيظهر لك. يظهر لك هذه النافذه، انت تكتب عادي ايميلك، اكتب بقى ايميلك، اسمك، اللاست نيم، باسورد. بعد كده ايه، تعمل نيكست. حلو. بعد كده يظهر لك هذه النافذه برضو، تعمل سند مي لايسنس كي. هيجي لك ايميل، خش عليه، هيجي لك برضو كده زي ليبل كده او بوتون، بتضغط عليه اكتيفيت يو ان 10 او حاجه شبه كده، مش فاكر. بعد ما تخلص بقى، تدخل تاني على مانج، خش على في بي اس، خش على مانج. جميل. خش على الدوكر مانجر. بس نمسح دول الاول، كده كده هنعمل لهم دلوقتي. لو دخلت هنا مثلا في كونتينرز الموجوده عندي 3 كونتينرز، تبقى عندك 2 بس. انا عندي واحده هنا انا عاملها عشان اعمل بيها دي ايمج، بعمل بيها بي دي افات بشكل مجاني. يعني لو انت حابب، لو انت حبيت تعمل بي دي اف هو ان بشكل مجاني، اكتب لي في الكومنتات هعمل لك فيديو عن الموضوع ده. فلو انت جيت دخلت على هاند مانج اب، هيظهر لك. انا بصراحه شايف ان الايه، شايف انت الموضوع ده عامل ازاي. اللينك مش عاجبني بصراحه، اليو ار ال ده مش عاجبني. زي ما قلت لك، عاوزين نحط حاجه مميزه. آه كده كده انت اصلا اوريدي هيجي لك دومين مجاني. انت لو دخلت على الهوم، حلو، تروح على الهوم عند في هوستنجر، هيظهر لك ده. لو انت دخلت في الهوم بقى، هيظهر لك ده، يقول لك كليم يور دومين او كليم دومين، اللي هي فين؟ اللي هي في هوستنجر هنا، في الهوم هنا. وقف على الهوم، هتظهر لك هذه النافذه، هتلاقي جاي لك في حته ما هنا
في الهوم كليم يور دومين. حلو. انا هنا بيقول لك كليم يور فري ايميل ماركتنج براند، دي حاجه تانية، بس انت هيظهر لك حاجه شبهها في هذه المكان. ماشي. ماشي. بعد كده او ان انت تخش مثلا على الدومينز وتعمل اد نيو دومين وتختار كليم يور فري دومين، اللي هو ازاي برضو تلاقي هنا عند الدومينز اضغط عليها. حلو. اضغط على دومين بورتفوليو، اضغط على اد نيو دومين. انا عندي هنا ظاهر لي حاجتين، انت عندك ظاهر لك ثلاثه. الاولى اللي هي كليم يور دومين، تك عليها، سمي الاسم اللي انت عايزه كده، بقى عندك دومين. هبعت لك ايميل الاول تاكيد ان انت كده تابعت الدومين بشكل مجاني. كده احنا سجلنا على ان اف ان في هوستنجر، وبقى معانا الدومين المجاني. انا معايا الدومين بتاعي اسمه عبد الله هلال دوت كلود او كلاود عذرا، كلود مجننا. كده احنا عايزين نعمل ايه؟ عاوزين احنا بدل ما اخلي ان ان بهذا اليو ار ال، لا انا عاوزها تكون بعبد الله هلال دوت كلاود فقط لا غير. ندخل على بسم الله على الفي دي اس، اي اختيار من جديد، خش على مانج، ندخل على الدوكر مانجر، ندخل على مانج، او على طول ندخل على الدوكر كومبوز من هنا. كومبوز مانوري، تعالى نخش المانج على طول من هنا. تمام. او من هنا يعني مش تفرق يعني. اوكي. بقول لك هذا الموضوع، خش على دون سيامال اديتور. ماشي. واحده واحده بقى، عشان ايه احنا محتاجين نخلي الموضوع اسهل واسلس شويه. عندنا هنا 3 سطور عاوزين نغيرها. حلو. انا هسيبهم لك في في مجتمعنا مجاني، هتخش عليه هتلاقي الفيديو موجود وفي كل حاجه احنا هنقولها لو انت ما فهمتش الكلام ده، وبرضه هتلاقي نسخه كامله لان اتنين موجوده، فما تقلقش. انا هقول لك الموضوع بشكل سريع، ولو حسيت ان انت ما فهمتش هتلاقي الموضوع كامل، او السطور اللي انت محتاج تغيرها والسطور اللي انت محتاج تبدلها بيها موجوده في مجتمعنا. الموضوع سهل بسيط والله. انت هتشيل اي كلمه فيها سب دومين من اول علامه الدولار لحد الدوت. حلو. انت لو بحثت على نفس كنترول اف وخدناها كوبي، تلاقي عندك 3 هم، عايزك تشيلهم. كنترول اف وحطها كوبي هنا، انزل، ادي التانية، انزل، ادي التالتة. عايزين نشيل 3 دول، تنيجي الأخيرة مثلا ونشيلها. هقول لك ممكن اصلا نعمل هنا ريموف يعني، صح كده كده. ممكن ريبليس مثلا بحاجة فاضية، قوم جاي اعمل هنا بس. خلص. والله فعلا ما كنتش محضر دي، بس هي جت كده. خلص. خلصت. تاني نعمل كنترول زد، تيجي هنا عند الليبلز، اعمل دي اكس، خد دي كوبي من اول علامة الدولار لحد الايه الدوت، واعمل كنترول اف، ظهرت لك هنا. قوم جاي اعمل على استك دي كده، قوم جاي عند شفت العلامة ديت، تك عليها بس كده، انت خلصت. ناقص حاجة واحدة، بخش على الانفايرمنت هنا، هتشيل الدومين نيم ده وتحط الدومين نيم بتاعك، اللي هو انا عندي اسمه عبد الله هلال دوت كلود او كلاود برضه، الدوت كلود ده دوت هلال. حلو. وهتشيل السب دومين ده خالص. حلو. بس كده. تعمل ديبلوي. تعمل ديبلوي. هل انت خلصت كده؟ لا يعني بس اول ديبلوي، وبعدين تعالى لي على، اوكي اصبر يا عم ماشي، نصبر حاضر. هنخش على الدومينز بس لما يخلص هو. خش ادخل على الدومينز، بعد الدومينز خش على، ماشي. بعد ما خلاص اتعمل ديبلوي، خش على الدومين، على الدومينز هنا على الشمال، بعد تخش على الدومين بورتفوليو، بعد كده تدخل على الدومين بتاعك تضغط عليه كده عادي، تدخل على دي ان اس مين سيرفر. جميل. تلاقي عندك هنا يعني خلي التايب ايه، والنيم ده خليه زي ما هو، بوينتس تو الفي بي اس بتاعك، الفي بي اس اي بي بتاعك. هتجيبه منين؟ هتجيبه من الفي بي اس ده، اضغط عليه، هات اهو، ادي الاي بي ادرس بتاعك، خده كوبي، ارجع تاني على الدومينز. ماشي. خش على دومين بورتفوليو رابع. ماشي.
اسمك، خش على الدومين بتاعك يعني، خش على DNS name servers point to الايه الجي بي اس باك اد ريكورد. هو عشان انا بس عملته قبل كده، لو عملنا له هنا ديليت. اوكي اد ريكورد، حلو اتضاف كده انت تمام. فهل لو انا دخلت على عبد الله دوت كلاود هيدخل؟ هنجرب. هيطلب مني الباسورد غالبا، بس هو خلاص دخل يعني زي الفل. حتى ما طلبتش مني الباسورد ده، وانت مسجل قبل كده بيه. انت لو انت اول مره تسجل هيطلب منك الباسورد يعني. حلو حلو. بس في حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ لو انت جيت هنا على الفي بي اس وعملت مانج لل N10 وعملت مانج اب هنا، هيقول لك بيج نوت فاوند، لان هو لسه شايفك ان، او هو فاكر ان انت لسه بستخدم الدومين بتاعهم الخاص بيه يعني. فتعدل ده ازاي؟ خش على كده على الشمال، هتلاقي حاجه تحت الدوكر مانجر سيتنج، اضغط عليها، انزل على ميل سيتنج، هتلاقي الهوست نيم، اعمل تشينج وحط اسم الهوست بتاعك. لا احنا مش عاوزين دي، احنا عاوزينها ايه؟ عبد الله دوت، اكتبها ماشي، عبد الله هلال دوت كلاود. تشينج برضو هيبدأ إن هو يعمل ديبلوي للكلام ده، بيقول لك 5 دقايق، أو ممكن ياخد مثلا دقيقة بس بالكتير يعني، ما بيطولش 5 دقايق أبدا. خد ثواني، مخدش حتى دقيقة. أوكي ماشي كده، إحنا خلصنا. وإن شاء الله الفيديو الجاي بقى نشرح نسطب إزاي ايفالويشن اي بي اي، بعد كده شات ووت. فانتظرونا. السلام عليكم، دكتور في أمان الله، أشوفكم على خير الفيديو الجاي.